مرحبا متابعيني، مثل ما وعدتكم انزل هاي الوصفة على قناتي، قناة اليوتيوب. الخبز الصحي لمريض السكر وحساسية الجلوتين وللكيتو العادي. وشوفوا ما شاء الله هذا الخبز، شوفوا الطراوة، شوفوا ما شاء الله. يعني شلون ما تردون طريقته يصير خبز طري ومشبع وصحي وعالي البروتين وبيه فوائد مو طبيعية وخالي من الجلوتين طبعا. طبعا سويت 3 أرغفة، حجم كلش كبير، حجم عائلي. يعني هاي القرصة الوحدة تقدرون تقسمونها إلى 4 أقسام، يعني قسم منها واحد مشبع بالفطور، كلش مشبع. وهذا بهذا الشكل أصدقائي. تقدرون تعتمدون هذا الخبز وتقدرون تسوون منه قاعدة البيتزا أو لحم بعجين، وتقدرون تسوونها أصغر من هذا الحجم، بس أنا الطاوة مالتي كبيرة طبعا خاصة مال البيتزا واستخدمتها بهذا الحجم. وعلى مود هم ما أطول بالشغل أكملهن بهذا الشكل حبايبي. وأتمنى تستفادون من طريقتي، وراح إن شاء الله تشوفون المقطع كامل هنا. بس حبيت أصوركم أول مرة طريقة الخبز وشغله حتى تشوفونه شلون. وهذا شوفوا ما شاء الله. هسه عندنا هذا الخليط اللي استخدمناه بهذا الخبز. وطبعا هسه من يكمل هذا المقطع راح يطلع لكم المقطع شنو هذا الخليط، من شنو يتكون وشنو نوع الخبز. هاي أول شي تكون عندنا طاوة غير لاصقة، ولازم ندهنها دهنة زينة. شوفوا هسه أنا ما مخليتها على النار وهي باردة، نستخدمها أول مرة على مود نقدر نسيطر على الخبز ونعدله. دهناها بزيت الزيتون، أهم شي طاوة غير لاصقة، واللي ما عنده يقدر يخلي بالطاوة ورق الزبدة ويستخدمها. تقدرون انتو على النار، أنا ما أسويها على النار، هاي طاوتي على الكهرباء. هسه نخلي هذا الخليط عندنا، شوفوا ما شاء الله السائل، نحاول نقلب المقلاة مالتنا يمين يسار على مود ياخذ حجم المقلاة الرغيف ويطلع دائري بهذا الشكل أصدقائي. وهسه نشغلها ونطبقها ونتركها تستوي بهذا الشكل. هسه شعلناها وننتظر الطبقة تحت تاخذ لون، وبعدين نقلبها قدامكم أصدقائي. هسه شوفوا بدت عندنا الفقاعات، هاي الفقاعات بدت، وهاي البخار، شوفوا ما شاء الله كأنما رغيف العربي الخبز العادي، وكلش راح تستفادون منه حبايبي. وهسه نحاول نخلص الخبزة، نسحب من الأطراف، نطورها هالشكل ونسحبها. أشوفوا حبايبي بدت تاخذ لون، ومن ما يلتصق العجين الطبقة الفوق يعني استوت تماما. هاي عندي شوية بعد ما مستوية منه، خلي شوية تاخذ لون، ونقلبها من هاي الجهة لين راح تاخذ على الجهة الثانية بهذا الشكل أصدقائي. شوفوا ما شاء الله. هسه نتركها تستوي على الجهة الثانية ونطلعها بهذا الشكل حبايبي. وهاي استوت، لاحظوا ما شاء الله، خبز مشبع أو صحي وكلش مفيد إلكم. أتمنى تتابعوني على قناتي، ولا تنسون الضغط على زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد وحتى استمر وياكم أصدقائي. وهذا أول رغيف نخلي جوا ورق الزبدة وبصينية ونتركه حتى ما يصير بيه رطوبة، ونحاول نغطيه حتى يبقى عندنا طري. نرجع نمسح الطاوة مرة ثانية أصدقائي. الطاوة صحيح غير لاصقة، بس إذا تلاحظون الرغيف الأخير ما مسحت الطاوة بالزيت، تطلع عندي شوية بيحرق، لازم بزيت الزيتون تمسحون. ونخلي الخليط بالطاوة ونحركها مثل الرغيف السابق يمين يسار حتى ياخذ الدائري مال المقلاة مالتنا. وبهذا الشكل بكل سهولة حبايبي، والمكونات كلها بسيطة وموجودة بكل بيت، وراح كلش تستفادون منه. ونتركها تستوي، نقلبها على الجهة الثانية. طبعا أنا سويت 3 أرغفة صورتها كلها إلكم حتى ما تفوتكم أي ملاحظة صغيرة أو كبيرة، حتى تقدرون تسوون نفس هذا الخبز وتستفادون منه. هسه لاحظوا ما شاء الله. وهذا قلبنا الرغيف الثاني، هم نتركه يستوي على الجهة الثانية. شوفوا ما شاء الله، طبعا خبز روعة. وهم نغطيه ونتركه حتى يبقى الخبز عندنا طري.
وهذا الرغيف الثالث. طبعا حبايبي طريقة الحفظ، نحفظ الكمية اللي تحتاجوها كل رغيف بوحدة بكيس نايلون بالفريز، وقبل ما تحتاجوا بساعة طلعوه راح يرجع كأنما هسه مسوين الخبز كأنما جديد. فما يصير تخزنوه بباب الثلاجة لا، ولا تخلوه على الكاونتر راح ينشف ويصير صلب ومو طيب. بس إذا حفظتوه بهاي الطريقة تقدرون تقطعوا كل رغيف إلى 4 قطع وتكيسوها يعني على راحتكم، يصير شغله مرتب. تخلوه بالفريزر، قبل ما تحتاجوه بساعة بنص ساعة طلعوه يذوب على راحته ويرجع خبز كأنما هسه خابزي. هسه شوفوا ما شاء الله بدأ ينتفخ، هذا عندنا كأنما خبز العربي، عبالك كأنما بي حتى جلوتين. شوفوا ما شاء الله. وهذا الرغيف الثالث حبايبي. وهسه تشوفون المادة سويت لكم منها هذا الخبز خليتها آخر شي. عندنا هذا الحمص المجروش، طبعا أنا نقعته بمي حار بالليل يعني ليلة كاملة، وغسلته حوالي 5-6 مرات حتى تخلص من الرغوة، حتى ما يأذي المعدة ولا الجهاز الهضمي وما يبقى بيه أي مادة تأذي. وشوفوا ما شاء الله يعني من قد ما صار عندنا رطب بسع بيدي، بس هيك أضغط عليه تنكسر الحبة. نحاول ننشفه من المي أصدقائي، وناخذ بعد ما غسلته مرت اللوخ ونشفته من المي أخذت من عنده 3 أكواب. طبعا أنا سويته بالمحضرة، وانتو يا ريت تسوونه بالخلاط، لأن راح المي من تخلون وياه راح يتكبكب منا ومنا. سووا بالخلاط يكون أفضل، والما عنده خلاط عادي بالمحضرة سوي على دفعتين مرتين. 3 أكواب راح نحتاج لها حبايبي، 3 أكواب من المي. احنا نريدها تصير كلش سائل، ونريدها نطحنه طحن كلش مضبوط. طبعا ما أخذتها من قناة، من أي قناة، قسما بالله هاي طريقته من يعني اختراعاتي أنا سويتها. هسه خلينا هذا الكوب الثاني من المي. طبعا ما صورت لكم اللقطة أول ما شغلتها نكب المي كله عليه ورجعت مرت الأخ سويتها، فأنتوا سووا بالخلاط يكون أفضل، أو قسموا إلى قسمين. هاي بعد ما طحناه تماما حبايبي، وشوفوا شلون صار عندنا الخليط كلش ناعم وسائل. هسه شنو اللي يربط هذا الخليط ويصير خبز؟ هسه أول شي خلينا نص ملعقة من البيكنج باودر، وهاي بيضة واحدة، وعلى مود الزفرة، وهاي قليل من الملح، وهاي ملعقة واحدة اسباغول أو بذور القاطونة أو السيليوم، وهاي ملعقة واحدة من الخل، أي خل عندكم، على مود ما تطلع عندكم زفرة البيض. هي بيضة واحدة على هاي الكمية كلها. طبعا حبايبي سويت 3 أكواب من الحمص، كل كوب صار لي رغيف وحجم كلش كبير. تقدرون تسوون بمقلاص صغيرة وتسوون الأرغفة صغيرة، وكلش راح تستفادون حبايبي. واتمنى شغلي يعجبكم، ولا تنسون بدعمكم باللايك وبالاشتراك، وتضغطون على الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. شكرا للمشاهدة حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نسيت هاي ملعقة مال كزبرة وحبة حلوة كلش مفيدة تضبط السكر.